5 حاجات كنت اتمنى اعرفها لما بدات اتمرن. اول حاجه التغذيه والاكل، اذا كنت عايز تزيد او عايز تخس، مفيش تمرين بيزود ولا تمرين بيخسس، الاكل هو الاساس في كل ده. رقم 2 تطورك مش دايم. يعني ايه الكلام ده؟ هتقابل ايام وشهور هتوصل فيها لجسم كويس، وهتقابل برضو الوحش. بالاستمراريه انك توصل لهدفك هو ده الحل، لان دايما بنواجه مواقف خارجه عن ارادتنا فبتجبرنا ان احنا ما نستمرش في تظبيط الاكل او ان احنا نستمر في التمرين. ومش معنى ده ان انت تستسلم عشان خسرت شويه عضلات او خسرت وزن او ما فضلتش على الشيب اللي انت عايزه. رقم 3 اوعى تقارن نفسك بغيرك، بمعنى ان انت وصاحبك نزلتوا الجيم ولقيت صاحبك ده بيتطور اسرع منك. انا عايزك تبقى عارف حاجه مهمه جدا، ان الجينات بتختلف من شخص للتاني، وكمان ممكن يكون ملتزم بالاكل وانت لا. ركز دايما على نفسك وعلى هدفك وحاول تنمي الحاجات الضعيفه عندك. رقم 4 اسال نفسك انت ليه بتتمرن، بعيد عن ان هي ممكن تكون ثابتك فانت بتنزل الجيم عشان تنتقم وتحسن من شكلك فهي تندم عليك قدام. لا بجد، عشان ما تكونش فتره مؤقته وهتنتهي، حاول تدور على سبب بجد تمسك فيه في انك تستمر في الحاجه اللي انت بداتها دي او التمرين بشكل عام. خامس حاجه اصبر وتقبل النتيجه اللي انت عليها حاليا، وحتى لو تطورك بطيء او ما وصلتش للي انت عايزه اصبر وادي لده وقت، لان طبعا مفيش تحسن بيحصل من يوم وليله. وبس كده وبكده نكون عرفنا